في افلام بتخلص وتعدي، وفي افلام بتخليك بعد ما تخلصها تسأل نفسك هو اللي حصل ده بجد. ولما فيلم ذا سكين إيليف اتعرض لأول مرة سنة 2011 كان فريد من نوعه. الفيلم اتعرض في مهرجان كان، ومن أول عرض بدأ ياخد ردود فعل غريبة جدا. ناس شافت قدامها فيلم عبقري ومختلف، وناس تانية خرجت منه هي مش عارفة تستوعب اللي شافته. وده مش غريب، لأن المخرج بيدرو أخد فكرة الجراحة التجميلية وحولها لحاجة مرعبة نفسيا. الفيلم مش بيعتمد على الدم والرعب التقليدي. الرعب الحقيقي هنا إنك تشوف إنسان بيتاخد منه جسمه وهويته وحياته واحدة واحدة. والأغرب إن الفيلم كان متصور بطريقة جميلة جدا، ألوان وديكورات وموسيقى. لكن تحت الجمال ده كله كانت موجودة قصة من أكتر القصص المزعجة اللي أنت ممكن تشوفها. والفيلم فعلا كان مثير للجدل بسبب العنف الجنسي والتعذيب، العري، الدم، موضوع تغيير هوية وجسم الإنسان بالقوة. لكن كل ده كان مجرد القشرة، لأن الحقيقة إن الفيلم بيخبيها لحد نص الأحداث تقريبا. أبشع بكتير. في قصر منعزل دكتور تجميل عبقري اسمه روبرت بيحتاج بنت اسمها فيارا. البنت عايشة في أوضة مقفولة، وروبرت بيراقبها طول الوقت، بيجرب عليها نوع جديد من الجلد الصناعي. في البداية الفيلم يخليك تسأل مين فيرا وليه الدكتور محتجزها أصلا. وبعدين يبدأ الماضي يظهر مرة واحدة، لحد ما الفيلم يقلب الترابيزة عليك تماما. لأن فيرا مش فيرا أصلا، هي في الحقيقة شابة سنتي. روبرت أخطفه وقرر ينتقم منه بطريقة محدش يتخيلها. غير جسمه بالكامل، فرض عليه هوية جديدة، وحوله على مدار سنين إلى امرأة اسمها فيرا. مش علشان يعالجه، لكن علشان يعاقبه. والأبشع من الانتقام نفسه إن روبرت كان فاكر إنه يقدر يغير جسم الإنسان لدرجة إنه يمسح الشخص اللي جواه. ولكن فينيستي فضل موجود جواه. 6 سنين من الأسرة والعمليات والتعذيب ما قدرش تمسح ذاكرته. وفي النهاية فيرا بتقتل روبرت وتهرب، لكن آخر مشهد هو اللي بيختصر كل حاجة. لما ترجع للمكان اللي كنت تعرفه زمان وتحاول تقول لأمها أنا فينيستي.